السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكاترة أولى ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أولا بس قبل ما أبدأ أنا بعتذر عن الصوت لأن فعلا عندي إجهاد في الحنجرة. نحمد ربنا على كل حاجة بس الحمد لله. المهم يعني هنبدأ بسؤال رقم 32. سؤال بيقول إذا كانت نسبة الماء المالح 97% والماء المتجمد 2%، عايز بقى الماء العذب كام؟ يبقى 1%. ده ماء عذب بس لازم يكون إيه؟ سائل. مهم. السؤال اللي بعده بيقول عند ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء أي جزء من جزيء الماء ينجذب نحو أيونات الصوديوم الموجبة؟ يبقى اللي بينجذب للموجب هو الجزء طبعا السالب وهو الأكسجين. ما هي الزاوية التقريبية بين الروابط التساهمية في جزيء الماء؟ طبعا الزاوية في المية 104.5. السؤال اللي بعده يتميز الماء بكونه مذيب عام. يقول لك أول لما تلمس أول لما تشوف كلمة مذيب يبقى السبب فيه القطبية على طول. يبقى جه عند مقارنة الماء بغاز كبريتيد الهيدروجين فإن ارتفاع درجة إيه اللي خلى المية درجة غليانها 100 رغم إن ده كان سالب 61؟ المية عندها حاجة بتميزها اللي هي الروابط الهيدروجينية اللي هتحتاج حرارة كبيرة عشان تتكسر. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان محلول له تركيز أيونات ال H أعلى من ال OH، أدم H أعلى من ال OH يبقى الملح ده إيه؟ حامضي. عند إذابة ملح كربونات البوتاسيوم في كمية من الماء المقطر تزداد قيمة البي اتش. أدام البي اتش زادت يبقى الملح ده قلوي، ممكن إذا تعمل تميز وتجيبها على طول يعني. المهم، طب والقلوي عنده يبقى عنده زيادة في الاتش ولا عنده زيادة في الاو اتش؟ لا عنده زيادة في الاو اتش، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. عند إذابة ملح بيكربونات الصوديوم طبعا هتم عملية تميز. الصوديوم جاي من قلوي اسمه هيدروكسيد صوديوم NaOH وده قلوي قوي. تمام. اما بيكربونات الصوديوم جاي من حمض اسمه حمض الكربونيك H2CO3 وده حمض ضعيف، يعني ده حمض ضعيف. اما ده قلوي قوي. طب مين كسب؟ القوي القلوي، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. السؤال اللي بعده النسبة بين تركيز ال H في محلول حامضي إلى تركيزها في محلول قاعدي. طبعا ال H في الحمض بتبقى كبيرة إلى القلوي ال H عنده بتبقى صغيرة. فلما تقسم كبير على صغير كان بنقسم 10 على مثلا الخمسة تطلع 2، يبقى يطلع أكبر من الواحد. كم عدد الروابط الموجودة داخل مش باينة داخل، يبقى بيسأل على الروابط التساهمية. 3 جزيئات ماء، جزيء الماء الواحد فيه رابطتين تساهميتين في 3 ب6، يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ في الجزيئات القطبية مثل الماء تكون الذرة الأعلى سالبية بتحمل شحنة سالبة جزئية اللي هي الأكسجين أو أكثر. مع الأكسجين كان بيعمل شحنتين سالبتين جزئيتين كده. السؤال اللي بعده بيقول لي أي مال يحدث في عملية ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء تنجذب أيونات الصوديوم إلى القطب السالب في الماء؟ ما أيونات الصوديوم موجبة تنجذب للقطب السالب اللي هو الأكسجين وده كلام مظبوط. وعدل يا مستر اشمعنى ما اخترتش ب؟ ما ب برضه صح. تتفكك الشبكة البلورية. المشكلة في الكلمة دي ذرات دي بتتفك إلى أيونات Na موجب وأيونات Cl إيه سالب. ماشي؟ ماشي يا مستر. سؤال رقم 44 بيقول لك كل مما يأتي يعبر عن التميز ما عدا. هو التميز يا دكاترة بينتج عنه حمض قوي وقلوي ضعيف. لازم يبقى فيه حمض، لازم يبقى فيه حمض، لازم أو قلوي بس لازم يبقى فيه حمض أو قلوي. حمض قوي وقلوي ضعيف أو حمض ضعيف وقلوي قوي أو قلوي ضعيف وحمض ضعيف. طب ما ينفعش قوي ليه وقوي ليه؟ لأن يا دكاترة قوي وقوي بيبقى موجود على هيئة أيونات. والسؤال اللي كان موجود في كتاب المدرسة سؤال جميل أوي، كان بيقول لك علل ليه ملح الطعام في ذوبان ملح الطعام في الماء يعتبر تميز. لأن يا دكاترة ملح الطعام لما يدوب في الماء اللي هو NaCl هيديك حمض الهيدروكلوريك HCl، وده لو بصيت عليه في المية هتلاقيه موجود على هيئة أيونات H موجب زائد Cl سالب، وهيدروكسيد صوديوم Na موجب و OH سالب. فين الحمض والقلوي اللي موجودين؟ احنا عايزين حمض وقلوي يعني موجودين على هيئة جزيئات. طب وانا يا مصدر يعني اجيب منين على هيئة جزيئات؟ ما هو قلنا بقى المادة الضعيفة تبقى على هيئة جزيئات
اما الحاجة القوية بتبقى موجودة على هيئة ايه؟ ايونات. لكم الحاجات دي عشان مهمة اوي. المهم السؤال اللي بعده سؤال 45 بيقول لي يمكن ان يصل عدد الروابط الهيدروجينية المحيطة بجزيء الماء الواحد. طبعا قلنا جزيء الماء الواحد بيكون 4 روابط هيدروجينية، والإجابة دي. السؤال اللي بعده تعرف الكثافة. الكثافة طبعا بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى الإجابة رقم ب. خش على سؤال رقم 47 بيقول لي ما هو الدور الرئيسي لجهاز الهيدروميتر. طبعا جهاز الهيدروميتر ده بيقيس الكثافة، يبقى الإجابة رقم د. بيقول لي تصل كثافة الماء النقي إلى أقصى قيمة لها. طبعا كثافة الماء بتبقى أكبر حاجة ليها عند 4، بتبقى 1 جرام على السنتيمتر مكعب أو 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. بيقول لي ما هي وحدة قياس الكثافة النسبية. خلي بالك إن الكثافة النسبية ليس لها وحدة، لأنها حاصل قسمة كثافتين على بعض. تعتبر درجة الحرارة وصفا لكمية فيزيائية ترتبط بشكل مباشر بمتوسط طاقة حرارة الجزيئات طبعا، أو مقياس لمدى سخونة أو برودة الجسم. ما الذي يحدث لجزيئات الماء النقي عندما تنخفض؟ هي المفروض من 4 ل0 حجمها يقل وكثافتها تزيد، ولكن في حالة شاذة هنا بسبب وجود روابط هيدروجينية، إن الروابط دي بتكون بلورات سداسية الشكل كبيرة الحجم، ودي بتخلي الجزيئات تبتعد عن بعضها، فيبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول عندما تزداد درجة حرارة نظام ما فإن متوسط طاقة حركة الجزيئات طبعا هيزيد، لأن الاتنين ما بينهم علاقة طردية. بالعقل يعني لما تيجي تجري وحركتك تزيد أكيد جسمك هيسخن. بيقول لي إذا كانت درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية 37 درجة سيليزيوس، عايزينها بالكلفن. لو أنت عايزها بالتي كلفن بتساوي تي سيليزيوس اللي هي 37 زائد 273 تطلع الإجابة 310، يبقى الإجابة دي. السؤال اللي بعده بيقول لك الفرق بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة، في أن كمية الحرارة دي هي عبارة عن الطاقة التي تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل، فيبقى الإجابة ج. تمام. في المناطق الباردة يطفو التلج على السطح. طبعا أي حاجة بتطفو لأن كثافته أقل من كثافة الماء. علل ليه الخشب بيطفو فوق سطح الماء؟ والله مثلا لأن كثافته أقل من كثافة الماء. عند قراءة قيمة الكثافة بواسطة الهيدروميتر الموضوع في سائل، يجب أن ننظر بشكل أفقي للسطح. يهمني السطح، سطح السائل هو اللي بيعبر عن الكثافة. ما هو الدور الذي تلعبه التيارات المائية العمودية؟ عمودية يعني بتطلع الحاجة من تحت لفوق، من تحت لفوق، يبقى نقل الغذاء من الأعماق إلى السطح. تعد الحرارة النوعية للماء عاملا مهما في تنظيم حرارة الكائنات الحية، حيث أنها تساعد على تمام نقل الحرارة من المناطق الباردة إلى المناطق الساخنة، ولا زيادة كثافة جزيئات الماء، ولا تنظيم درجة حرارة أجسامها من خلال عملية تبخر الماء، ولا تقليل كمية الطاقة الشمسية الممتصة. طبعا الحرارة النوعية بتقدر تنظم حرارة الكائنات الحية عن طريق إنها بتنقل الحرارة. فعلا هي التيارات المائية بتنقل الحرارة من المناطق الباردة للمناطق الساخنة، دي مفيهاش مشكلة. ولكن علشان كده الدكاترة مش هختار الإجابة رقم ألف، لأن ألف دي مش ملهاش يعني الحرارة النوعية ملهاش دور فيها. ده هنا التيارات المائية. بس هذه كثافة جزيئات الماء ملهاش علاقة. طبعا تنظيم درجة حرارة جسمها من خلال عملية تبخر الماء، ودي هتعرفها أكتر في حاجة اسمها مصطلح اسمه حرارة الكامنة للتصعيد. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي عند قياس كثافة سائل مجهول باستخدام الهيدروميتر لوحظ أن جزء كبير من ساق الهيدروميتر يغوص في السائل. يعني الانغماس زاد. قلت لك كل ما الانغماس بيزيد، كل ما الانغماس بتاع الهيدروميتر بيزيد فالكثافة بتقل، يبقى الإجابة كثافة السائل ده منخفضة، يبقى ب. بيقول لي تنقسم الكائنات الحية إلى ذوات الدم البارد وذوات الدم الدافئ. الكائنات ذوات الدم الدافئ مثل الطيور والثدييات تتميز بأنها تقدر تحافظ على درجة حرارة جسمها ثابتة من خلال طبعا عمليات اسمها عمليات الأيض الغذائي اللي هي عمليات الهدم والبناء.
سؤال 61 بيقول لي قابلية المادة للانسياب وعدم اتخاذها شكلا ثابتا، ده من خصائص طبعا ده المواقع زي السوائل والغازات. بيقول لي إذا علمت أن الكثافة النسبية للزئبق أكبر من الكثافة النسبية للكحول، تمام، فإن نسبة كتلة 1 سنتيمتر مكعب من الزئبق إلى كتلة، أنا عايز أقسم كتلة على كتلة، طب الكتلة والكثافة بينهم علاقة إيه؟ طردية، عند نفس الحجم يبقى عند ثبوت الحجم. خلاص، بما ان الزئبق هو الكبير هو عايز النسبة بين كثافة الزئبق الأول بعد كده الكحول. خلاص، يبقى هو قال الزئبق هو الكبير، يبقى لما أقسم كبير على صغير يطلع الناتج أكبر من الواحد، يبقى الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي كمية من الماء النقي حجمها 20 سنتيمتر مكعب عند كم درجة؟ 4 درجة مئوية. عند 4 درجة مئوية كثافة الماء بتبقى 1 جرام، 1 جرام على السنتيمتر المكعب. خلاص، هو عايز بقى ايه الكتلة؟ خلاص، الكتلة بتساوي الكثافة في الحجم، يبقى 1 في 20 تطلع 20. يطلق على الطاقة الحرارية التي تنتقل من الجسم الساخن إلى البارد كمية الحرارة. أي مال يعبر عن الماء في جميع المسطحات المائية على الأرض، يوجد في صورة نقية لأ، به مواد ذائبة أو عالقة مش شرط، له نفس درجة الحرارة تقريبا، الحتة دي تقريبا طبعا عشان ارتفاع الحرارة النوعية للماء. ماذا يحدث للضغط البخاري للمحلول المائي لما بنزود التركيز؟ فجزيئات المذاب هترتبط أكتر بالمذيب فهتمنعه إن هو يتبخر فالضغط البخاري هيقل. تعتمد الخواص الجمعية للمحلول على عدد الأيونات أو عدد الجزيئات، يبقى ده ما بتعتمدش على المذاب ده، اسمه ده نوع المذاب ايه، تعتمد على عدده. يبدأ السائل في الغليان عندما يكون ضغطه البخاري مساوي للضغط الواقع عليه، ما هي الدرجة اللي بيتساوى عندها الضغط البخاري مع الضغط الجوي أو الضغط الواقع عليه. يتميز المحلول عن المذيب النقي بيه. المحلول ده عنده ايه؟ قال له الأمستر عنده انخفاض في الضغط البخاري وانخفاض في درجة التجمد، وعنده ارتفاع في درجة الغليان وارتفاع في الضغط الاسموزي، يبقى ألف. قام مالي له ضغط اسموزي أعلى، قلنا الضغط الاسموزي بيزداد بزيادة تركيز المحلول، يبقى الإجابة ب. المحاليل الآتية أي منها أعلى في درجة التجمد؟ أعلى في درجة التجمد، خلي بالك إن درجة التجمد دي عكسي مع عدد الأيونات، يعني أقل عدد أيونات هو أكبر تجمد، خلي بالكم الحاجات دي. ان ايه سي ال ده فيه 2 أيون، ان ايه موجب وسي ال سالب، سي اي سي ال 3 واحدة كالسيوم و3 كلور يطلع كده 4 أيون، تمام. اي ال 2 اس او 4 باي 3 هنا 2 وهنا 3 يطلع 5 أيون. اما ده ايه ال سي ال 3 دي 4، يعني انا عايز اقل عدد ايونات علشان يبقى معايا اعلى تجمد، لان التجمد والايونات علاقة عكسية. السؤال اللي بعده كلما زاد الضغط الاسموزي للمحلول فإن ضغطه البخاري، زيادة الضغط الاسموزي معناه ان احنا زودنا تركيز الملح، لما تركيز الملح يزيد الضغط الاسموزي هيقل، او انا اسف الضغط البخاري هيقل. الكائنات الحية يحتوي جدار الخلايا لها على مادة البيبتيدوجلايكان، طبعا هي البدائيات اللي هي زي البكتيريا. تتشابه جميع حقيقيات النواة في احتوائها على، طبعا كلهم عندهم ميتوكوندريا وكلهم عندهم غشاء بلازمي. تتميز الخلايا النباتية عن الخلية الحيوانية في وجود السيتوبلازم جدار خلوي ولا نواة ولا ميتوكوندريا. الخلايا النباتية تتميز عن الخلايا الحيوانية بأن عندها يا دكاترة جدار خلوي، أما الخلايا الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي. ماشي، خش على اللي بعده. سؤال 75 بيقول أي مالي مشترك بين خلية جلد الإنسان وورقة نبات ذرة؟ نواة وسيتوبلازم، فعلا النواة موجودة في الإنسان وموجودة في النبات، سيتوبلازم برضه موجود في النبات والإنسان، يبقى دي إجابة صح. غشاء بلازم وفجوة عصارية دي برضه صح، بس هنشيل فجوة عصارية دي وخليها فجوة كبيرة، تمام، عشان السؤال يبقى مظبوط. يبقى السؤال هيتبقى غلط، تمام. هتلاقي السؤال ده موجود تقريبا في كتاب الامتحان يعني، فده غلط يعني. نواة وبلاستيدات، لا البلاستيدات دي موجودة فين؟ في الورقة بس مش موجودة في جلد الإنسان، يبقى غلط. غشاء بلازم وجدار خلوي، غشاء بلازم أنا متفق، جدار خلوي لأ.
السؤال اللي بعده بيقول أي العضويات التالية لها وظيفة تخزين؟ اللي بيخزن الفجوة هي المخزن الفجوي. من الجزيئات الغير عضوية، كلمة عضوية أساسا يعني فيها سي و اتش، غير عضوية يعني ما فيهاش سي و اتش معا، يبقى المية. كربوهيدرات فيها سي و اتش زي سكر الجلوكوز، البروتينات فيها سي و اتش اللي هي الأحماض الأمينية، والليبيدات فيها سي و اتش زي الأحماض الدهنية زي الجليسرين والحاجات دي كلها. يتم تكسير سكر الجلوكوز داخل الخلية خلال عملية تكسير، يبقى تنفس خلوي. تكوين بقى سكر الجلوكوز دي بناء ضوئي. مال يشارك بشكل مباشر في جميع عمليات التمثيل الغذائي؟ طبعا من المية. من أمثلة الكائنات الحية ذات الدم البارد الأسماك والبرميات والزواحف والحاجات دي كلها. من أمثلة الكائنات ذات الدم الدافئ الطيور والثدييات. لماذا يمتلك الماء حرارة تبخر كامنة مرتفعة؟ بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود روابط هيدروجينية. تمام. السؤال اللي بعد طبعا الصفحة دي بتتعاد فهنعمل لها سكيب. تمام ونخش على الصفحة اللي بعديها. بيقول لي ارتفاع الحرارة النوعية للماء يجعل مياه البحار تقريبا حرارتها ثابتة. بدايل. مال يصف العلاقة بين تركيز الملح وسرعة التبخر؟ كل ما تركيز الملح بيزيد كل ما الضغط البخاري بيقل، فكمية البخار اللي هتطلع قليلة، يبقى ب. لأن المذاب هيمسك في المذيب ومش هيخليه يتبخر. أي أنواع المياه التالية أقل في درجة التجمد؟ يبقى أقل في درجة التجمد يبقى ده محلول، المحلول بيبقى قليل في درجة التجمد يبقى فيه ملح، يبقى ب. أي مال يعتبر من خواص جمال المحاليل؟ هنا بقى غيرها معلش، لا يعتبر. درجة الغليان صح، درجة التجمد صح، ضغط الاسموز صح، الكثافية اللي مش من ضمنهم. لتعمل الإنزيمات الهاضمة في المعدة بكفاءة في وسط شديد الحموضة. البي اتش بتاعته بيساوي من 1 ل3 في ضوء سالب. ما التأثير المتوقع عند تناول أدوية تقلل من إفراز حمض المعدة بالنسبة لنشاط الإنزيم؟ بص يا سيدي صلي بينا على النبي، الموضوع سهل. بيقول لك الإنزيم ده احنا عارفين، انا قلت لك قبل كده ان في المعدة بيشتغل، المعدة حامضية فهو بيشتغل في الحتة دي من 1 ل3. لو انت بقى تناولت دواء يقلل حموضة المعدة يعني يخليها قلوية، اكيد الانزيم هيتأثر. طب ماشي، طب هو كان نشاطه حلو لما كانت فيه حموضية، تمام. نشاطه هيحصل له ايه لما الحموضية تبقى مش موجودة او تقل مثلا؟ هو رخر هيقل. تمام. على الرغم من التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة يستطيع الإنسان الحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة نسبيا. فإن خصائص الماء التالية تفسر هذه الحرارة؟ طبعا الحرارة النوعية. الحرارة النوعية بتخلي نسبة الماء ثابتة تقريبا، وذلك لأنها تكتسب الماء ببطء أو تكتسب الحرارة ببطء وبتفقدها ببطء شديد جدا. ما الذي يميز بكتيريا السالمونيلا عن خلية معدة؟ البكتيريا حاجة فيها حاجة مش موجودة في المعدة، جدار الخلق، أو قصدي مش موجودة في الإنسان، جدار الخلق. أن الكائنات التالية لا يحتوي جسمها على عمود فقري، يبقى لا فقاريات، يبقى جيم. هما قدامك حل من ال6: رخويات واللاسعات والمفصليات والديدان والباقي بقى، تمام، والجلد شوكيات والحاجات دي كلها. 91 بيقول لي إذا علمت أن كتلة شخص ما تساوي 130 كيلو جرام فإن كمية الماء داخل الخلية، وأنا داخل الخلية نسبة المية بتبقى حوالي 47%، يبقى أقول 47% اللي هي 47 على 100، وأقوم ضاربهم في الرقم اللي مديهولك ده اللي هو 130 ده، تمام. هيقوم طالع لك على الآلة 61.1 اللي هي تقريبا 61، يبقى الإجابة بتاعتي رقم دي. جسم درجة حرارتها، بس ما نشيل الكلام ده. بيقول لي جسم درجة حرارته 220 كلفن، تم تغيير درجة حرارته حتى أصبح -3 درجة سيليزيوس، فإن متوسط طاقة حركة جزيئات الجسم هيحصل لها إيه؟ صلي بينا على النبي. أولا متوسط طاقة الحركة بيزيد بزيادة درجة الحرارة، فأنا هحول دي من الكلفن للسيليزيوس. طب هتقول إزاي؟ قلت لك التي سيليزيوس بتساوي تي كلفن ناقص 273، يبقى لما أقول 220 ناقص 273 يطلع -53. طب يلا، أنا كنت -53 بقيت -3، كده حرارتي زادت ولا قلت؟ زادت، يبقى الإجابة هتزداد. طبعا اللي ما بيفهمش الرياضة زادت ازاي نقول له ايه؟ روح خد درس، ماشي.
يبقى الإجابة رقم ب. الصفر المطلق اللي هو الصفر كلفن، الصفر المطلق ده اللي هو الصفر كلفن يكافئ سالب 273 سيليزيوس. يبقى ب. كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 كيلو جرام من الزجاج من 30 درجة، أبوس إيديك ركز، بص بقولك من 30 درجة سيليزيوس إلى 304 كلفن، لازم يبقى الاتنين زي بعض. تعالى لما نحول السيليزيوس ده لكلفن، أقول تي كلفن تساوي تي سيليزيوس اللي هو 30 زائد 273. 30 زائد 273 يطلع 303. تمام. يلا يعني دي كأنها 303 كلفن. يلا يا عم الحاج، هو عايز بقى كمية الحرارة كيو تي اتش. كيو تي اتش بتساوي ام في سي في دلتا تي. ام الكتلة بواحد في سي الحرارة النوعية 303 من 304 يطلع من 304 من 303 يطلع واحد في 840 يطلع 840. يبقى الإجابة دي. السؤال اللي بعده بيقول لك، احنا لازم نمسح هنا بقى كل حاجة لأن دي مسائل. بيقول لي عند خلط 100 جرام، عند خلط 100 جرام من ماء درجة حرارته 53. حلو ده. من ماء درجة حرارته 53 مع 200 جرام من ماء درجة حرارته 23، فإن درجة حرارة الخليط تصبح كام؟ تعالى بقى نحل المسألة دي تحت، بس استنى نحفظ بس الأرقام. 153 223. ماشي. صلي على النبي. يلا يا عم حاج. أنا بقى معايا إناء بالشكل ده كده وإناء بالشكل ده كده. الإناء الأول كان كتلته هنسميها ام واحد، كانت 100 جرام، وتي واحد بتاعته كانت 53 درجة. برضه هنطلع نتأكد تاني عشان هننسى بسرعة. أما الإناء التاني كان كتلته 200 جرام ودرجة حرارته اللي هي تي واحد كانت 23 درجة، واحنا صبينا الاتنين على بعض. انا بس نتأكد من الأرقام، نتأكد من الأرقام الأول. قال لي 100 153 و223 كده احنا في التمام منه أوي. يلا نكمل شغلنا، يلا نكمل شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا هندسة، أولا أنا لما يكون معاه مادتين بحطهم على بعض، في مادة بتفقد حرارة ومادة بتكتسب حرارة، فبقول الكيو تي اتش للمادة الأولى اللي هتكتسب بتساوي سالب كيو تي اتش، كيو تي اتش للمادة التانية اللي هتكتسب، واطلع القانون. لما اقول واحد يبقى انا عارف ان ده ام واحد في سي واحد في دلتا تي واحد، اللي هي عبارة عن تي اتنين ناقص تي واحد. تمام. واقوم مساوي الكلام ده كله بسالب، افتح قوس، ام اتنين في كيو تي اتش بتساوي ام في سي في دلتا تي، يبقى سي اتنين في دلتا تي اللي هي عبارة عن تي اتنين ناقص تي واحد. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. دي هتطير مع دي ليه؟ لأن دي مية ودي مية، فالاتنين نفس الحرارة النوعية، وأبدأ أتوكل على الله وأعوض في القوانين اللي أنا كتبتها دي. موضوع بسيط أهو. ام واحد الكتلة في الأولاني بمية في السي طارت، افتح قوس، افتح قوس، تي اتنين بكام؟ احنا عايزينها ناقص تي واحد احنا كاتبينها ب53 بتساوي سالب، افتح قوس، يلا ام اتنين بكام؟ قال لي والله يا مستر ب200 في تي اتنين الله اعلم احنا عايزينها، مش عايز اعمل القوس ده ليه. المهم ناقص تي واحد عندك ب23، هتوكل على الله وعوض. 100 في تي اتنين 100 تي اتنين، 100 في 53 5300 بتساوي سالب في 200 سالب 200 سالب 200 تي اتنين، سالب في سالب بموجب، وخلي بالك سالب 200 في 23، يعني 200 دي هضربها هنا وهنا مرة وبعد كده اضرب في السالب. المهم 200 في 23 يعني بحوالي 46 قصدي 4600.
كده احنا في التمام منه. عايزين بقى ايه؟ نعوض شغل رياضة شوية. دي سالب 200 تي 2 وديها مع المية تي 2 بعكس الإشارة يبقى 300 تي 2. ودي سالب 5300 وديها بعكس الإشارة واجمعها على دي يطلع 9900. يقوم يديك التي 2 بحوالي، اقسم بقى، اقسم هنا على 300 واقسم هنا على 300 يطلع، دي هتطير مع دي يطلع 33 درجة سيليزيوس. يبقى الإجابة بتاعتي نطلع نشوفها بقى. تمام، ثانية واحدة. 33 درجة سيليزيوس لاجي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتسب قطعة من المعدن كتلتها 100 جرام. خلي بالك، بص على الاختيارات وعايز حرارة نوعية بالكيلو جرام، فلازم انت تحول دي الأول. يبقى الأول هروح أجيب الإم الكتلة بالجرام. 100 تقسم على 1000، 100 على 1000 تطلع 1/10 كيلو جرام. ماشي. حلو. وبعد كده أعوض. عايز هو إيه بقى؟ عايز حرارة نوعية. سي بتساوي كيو تي اتش على ام في دلتا تي. يلا اعمل حاجة نعوض مع بعض. الكيو تي اتش هو مديهالك في المسألة ب 2340 على اللهم صل على سيدنا محمد، على 1/10 في، اطرح بقى تي 2 ناقص سي 1، 80/20 يتبقى كام؟ 60. ونعمل المقدار ده هتقوم طالعة الإجابة هندسة 390 بعد ما عملنا على الآلة. السؤال اللي بعده بيقول لي، بس نشيل الكلام ده. بيقول لي كم تبلغ كمية الطاقة الحرارية، عايز الكيو تي اتش، التي يفقدها الماء عندما تنخفض درجة حرارته الدلتا تي، علما بأن كتلة الماء 200 جرام ومديك حرارة نوعية فيها كيلو جرام، يبقى لازم تحول الأول. يبقى أول حاجة أقول الإم هتساوي، هقسم على 1200 على 1000 يطلع 2/10 كيلو جرام. وبعد كده توكل على الله واشتغل. هو عايز كيو تي اتش. كيو تي اتش هتساوي ام في سي في دلتا تي. ام 2/10 في الحرارة النووية 4200 في الدلتا تي ب8. نعمل المقدار ده على الآلة هيطلع، مش عارف، استنى نشوفه على الآلة. وبعد ما حليناها على الآلة الحمد لله طلعت 6720. يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعده بيقول، بس أنا متعجب من المونتاج السريع ده. المهم يعني إيه؟ البيئة المائية المناسبة لازدهار الشعاب المرجانية طبعا سطحية دافية. السؤال اللي بعده بيقول أي مالي تتسبب القيمة المرتفعة له في عدم تغيير درجة حرارة الماء بمعدل سريع لحرارة نوعية عشان شبه ثابتة إذا زادت كمية الحرارة التي يكتسبها جسم الأضعاف إن حرارته نوعية طبعا فين تظل ثابتة لأنها متتأثرش. تمام. يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.